نسايم، من الحين قاعد أقول لك اليوم حنعزل البيت وننظفه بالكامل. ترجعي من المدرسة على التنظيف عدل، فهمتي؟ ما أبى منك أي تهرب من التنظيف. يا الله يا ماما، وليه ما نجيب شركة تنظيف مثل الناس؟ شركة تنظيف مرة واحدة يا نسايم، إن شاء الله نجيبها في المستقبل لما تصيري مليونيرة. يلا يلا ألحقي على باص المدرسة. هل تعلم أن الصيام فرض في العام الثاني من الهجرة؟ هل تعلم أن الصيام هو ركن من أركان الإسلام الخمسة؟ هل تعلم بأن الصيام له فوائد عديدة تؤثر على صحة الجسم؟ زنابق البحر ونجم البحر الريشي يختلفان عن بقية شوكيات الجلد في أنهما حيوانات ثابتتان في جزء من حياتهما. الله الله، إيش ده يا أبلة منى؟ لمين كل دي الفوانيس؟ ده لطالبات فصلي، حبيت يفتكروني بدعوة في رمضان وقلت لازم أوزع عليهم فوانيس يزينون فيها سفرتهم الرمضانية. الله عليك يا أبلة منى، وربي حبيت الفكرة تبعك، ولكن ليه شايفة شكل إحدى الفوانيس مختلف عن المجموعة؟ دي قصتها قصة، ويحمدوا ربهم على الفوانيس. أمس وأنا قاعدة أشيل أكياس الفوانيس اللي شريتها للسيارة، طاحت إحدى الفوانيس وانكسرت علي، والوقت كان مرة متأخر والأسواق كلها مقفلة. كلمت السواق تبعي وقلت له ياخذني على إحدى محلات الفوانيس الفاتحة في ذاك الوقت المتأخر، وفعلا رحنا وبالصدفة لقينا محل يبيع مقتنيات أثرية وما عنده إلا فانوس واحد. وتخيلي على الاستغلال، كان يبيني أدفع له 100 ريال على باله إني هبلة. إيش قال؟ يقول لك فانوس سحري يا أبلة مريم. قلت له ما عندك إلا 10 ريال، هو ب10 تعطيني ولا لأ؟ في النهاية رضي وباع لي الفانوس ب10. لأجسام زنابق البحر شكل زهري محمول على ساق طويلة، في حين تكون أذرع نجم البحر الريشي طويلة وممتدة إلى أعلى ومتفرعة من منطقة مركزية. كيفكم يا تاني؟ شايفين الفوانيس دي كلها؟ حوزعها عليكم بمشيئة الله بعد الحصة، أباكم تزينوا بيها سفرتكم الرمضانية، ولا تنسوا تذكروني بدعوة قبل الأذان. يلا يا حبايبي افتحوا الحين الكتاب على درس اليوم. خصائص جمع المصفوفات: الخاصية الإبدالية لجمع المصفوفات، الخاصية التجميعية لجمع المصفوفات، خاصية التوزيع للضرب في عدد. يلا يلا يا طالبات، تعالوا على السريع على طالبة وكل واحدة تأخذ لها فانوس. وده آخر فانوس لنسايم. أبلة، ليش فانوسي شكله مرة غريب؟ احمدي ربك يا نسايم، وبعدين ده نصيبك، بدل ما تقولي شكرا يا أبلة منى كثر الله خيرك. شكرا يا أبلة منى. الله الله، ولا كأني قلت لك حاجة في الصباح. إيش قلت لك يا نسايم؟ مو على أساس ترجعي من المدرسة وتنظفي عدل؟ يلا قومي يا ست الحسن والجمال، عليك الحين تنظيف المطبخ بالكامل. أبا المطبخ تنظفيه تنظيف عميق، وبالنسبة لي حروح أنظف غرفة الضيوف. حاضر يا ماما. يا الله، المطبخ مرة مكركب ومبهدل، يباله يومين عشان ينظف. افتكرت الفانوس اللي عطتني إياه أبلة منى، خليني أروح أجيبه وأحطه على الطاولة وأشوف كيف يصير الشكل. الصراحة الفانوس شكله مرة قديم، ولكن مرة حلو على الطاولة. يا ربي، باقيلي تنظيف المطبخ. يا ربي، نفسي أغمض عيني وأفتحها وألاقي المطبخ كله نظيف. إيش ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كده؟ المطبخ نظيف ويلق لق.
ليش الفانوس مضيء؟ لا يكون ده الفانوس هو السبب. إيش بك يا نسايم ما قاعدة تردي علي؟ كيف كده؟ الله عليك يا نسايم وعلى صنعك، نظفت المطبخ في ثواني. اسمعي يا نسايم، الحين عليك تنظيف الصالة، روحي الصالة ونظفيها، وأنا علي تنظيف غرفة عزوز وحمودي. وكالعادة حمودي قالب الصالة حديقة ألعاب، وماما ما تخاصموا. يا فانوسي السحري، أبا الصالة دي تتنظف في ثواني. حسناً، 3 2 1. يس! وي لا ده مو طبيعي يا نسايم، كيف نظفتي الصالة في ثواني؟ أكيد جايبة شركة بدون ما أعرف. وينهم يا نسايم؟ اطمني يا ماما، لا شركة ولا خرابيط، كل ده بفضل الله. ثم فانوسي السحري، اليوم قبل منى وزعت على كل الطالبات فانوس عشان يزينوا بيها سفرتهم الرمضانية، وأنا جاء من نصيبي ده الفانوس العجيب. أي حاجة أطلبها منه على طول ينفذها يا ماما. إيش؟ فانوس سحري مثل الحكايات الخيالية يا نسايم؟ طيب قولي له ينظف لنا كل البيت ويجهز لنا الحين سفرة مليئة بالأطعمة الشهية. حاضر يا ماما. يا فانوسي السحري، أباك الحين تنظف كل البيت وتجهز لنا سفرة مليئة بالأطعمة اللذيذة. حسناً، 3 2 1. واو! إيش ده؟ شفتي يا ماما من اليوم ورايح ما أباك تتعبي نفسك في أعمال البيت والمطبخ، لأن فانوسي السحري هو المسؤول عن تنظيف وتحضير سفرتنا الرمضانية طوال شهر رمضان المبارك.